لم يكن أحد يشكك في قدرات الجزائر وحكمة حكامها على قيادتها إلى مصاف الدول الكبرى التي يحسب لها ألف حساب، خصوصا في الوقت الراهن الذي تعيش فيه دول العالم ومنطقتنا الإفريقية على خلفية صراعات متجددة وأزمات معقدة، كوارث خطيرة انخرطت فيها الجزائر بشكل مباشر نظرا لقربها الجغرافي وموقعها الجيوسياسي ومكانتها الدبلوماسية. هذه العوامل التي فرضت على الجزائر التواجد كطرف لإيجاد الحلول فيها وخلق توازنات جديدة وواقعية، وأيضا فرضت نفسها بقوة على دول العالم لاحترام الجزائر وإعطائها وزنها الحقيقي، وتزامنا مع انعقاد أشغال الدورة 11 لمؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي تشارك فيه الجزائر بصفة منتظمة. فجاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجزائر موجها صدمة كبيرة لأعدائها بعدما رشحها رسميا لنيل مقعد دولي جديد والذي تستحقه عن جدارة. أين رشح وزير الخارجية الروسي بأن الجزائر الأقوى والأوفر حظا للانضمام لمنظمة بريكس خلال الاجتماع المقبل بجنوب إفريقيا نظرا لحجمها ومكانتها على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الجزائر حملة ممنهجة للتشويش على مخططاتها الدولية ونجاحاتها الدبلوماسية والاقتصادية التي لا ينكرها إلا جاحد. وفي تفاصيل أكثر، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس سيثري المجموعة لما لها من إرث حضاري عربي وإسلامي، بالإضافة إلى السعودية والإمارات ومصر، حيث أفاد التقرير التركي أن الجزائر ومصر والسعودية والإمارات الأوفر حظا للانخراط في المنظمة الاقتصادية، ولو كصفة ملاحظ كمرحلة أولية نظرا للأهمية الجيوسياسية لهذه الدول وحجم اقتصادها ومساحتها الجغرافية وكتلتها السكانية وثرواتها الطاقوية والمعدنية وسوقها الاستهلاكية الواسعة.